لنتابع معكم ومعه ركلة البداية لهذه المباراة. عمر تفضل لك الكلمة. شكرا للزميل العزيز محمد سعدون، والشكر كذلك موصول للكباتن هناك في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان أينما كنتم وأينما كانت مواقعكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من هنا من العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا من ملعب المباراة، من ملعب البارك دي برانس، حيث المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان وليل هنا في الجولة 24 من بطولة الدوري المحلي هنا في بطولة الليغا. مباراة هنا كرة ملعوبة منذ البدايات، تسديدة تاتي خطيرة جدا المحاولة والكرة الماضية، لكنها مضت إلى خط القادم من 3 خسائر متتالية. مود المحاولة فابيان رويس إلى نونو مندش، ذلك لا تزال باريسية ملعوبة أمامية، لكن وصلت سهلة لدى حارس المرمى. ليل في هذه المباراة باريس سان جيرمان وجوناثان ديفيد. في الجانب الآخر باريس سان جيرمان تقريبا بال4-3-3 المدرب، ملعوبة عرضية طويلة لكنها مضت. هي الأخرى من يعول عليه كثيرا في هذه المباراة وفي الكتال البرازيلي مرة أخرى. الله 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 الله، نغم برازيلي، عزف أرجنتيني لا محالة، لأن في تاريخ الفريقين هي لمصلحة نادي ليل تمريرة إلى الأمام، لكن بارك دي برانس طبعا هنا في هذه المباراة كرة مرعوبة لكنها تعود عن طريق كيمبيمبي. هنا يا الله على الخطأ من جانب كيمبيمبي، إعادة الكرة ديفيد، ركلة ركنية لمصلحة فريق واحد قد يأتي بالمرور. الله، أنا لا أقوى على ذلك يا مبابي، العالم لا يقوى على ذلك، الشاقوك لا يقوون على ذلك يا مبابي. السهم الباريسي، السهم الباريسي. الله 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 الله، جول لمصلحة باريس، جول لمصلحة. مضت، عادت بعد ذلك إلى فابيان ثم لمصلحة نادي ليل. تغطية هنا حاضرة، ثم الكرة المرعوبة لكن كيمبيمبي بشكل مميز. تعود الكرة من جديد، انطلاقة من الجهة اليمنى. البرتغالي يلعب الكرة المرسول. الله الله، على كرة، على راسية، على إلى تيموتي وياه، يلعب الكرة إلى الأمام لكنها يأتي بالإضافة ويأتي بالأهداف المميزة. الله، جول لدياكيتي الظهير الأيمن، الظهير الطائر هنا لمصلحة نيمار، يتقدم بكرة إلى كيليان لمصلحة المتقدم دياكيتي لأنخيل غوميز، لكن صافرة موجودة وتدخل حاضر عن طريق اللاعبان الإنجليزي والبرتغالي. كرة ملعوبة إيطالية لا تزال مستمرة ثم طالت. تعادل في هذه اللحظات، الكرة ملعوبة أمامية، تسديدة تاتي وخطأ لمصلحة باريس سان جيرمان. نعم، خطأ. انطلاقة هنا بعرضية مرسولة دوناروما. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، متابعي قناة ترنديزات في كل مكان. إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تنسوا أحبابنا في الله الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. إذا متابعينا الكرام تابعوا معنا مباريات اليوم للدوري الفرنسي الممتاز. أول مباراة ستكون ما بين فريق باريس سان جيرمان مع فريق ليل. المباراة لحد الآن تعرف تفوق النادي الباريسي بهدفين مقابل هدف. أما المباراة الثانية فستكون ما بين فريق لوريان مع فريق أجاكسيو بقيادة يوسف بليلي. المباراة ستنطلق بإذن الله بداية من الساعة 3 بتوقيت الجزائر. المباراة الثالثة فستكون ما بين ستاد بريست مع فريق موناكو، وتليها مباراة ترين مع مباراة كليرمون فوت بداية من الساعة 3 إن شاء الله. وبعد ذلك ستكون مباراة طروا مع مباراة مونبولي، وتليها مباراة فريق لونس مع فريق نانت الذي تعادل في آخر مباراة له مع فريق جوفنتوس في الدوري الأوروبي. أما المباراة الأخيرة فستكون ما بين فريق مارسيليا
وفريق تولوز بداية من الساعة 8:45. إذا متابعينا الكرام، هذه هي مباريات الجولة 26 من الدوري الفرنسي لنهار اليوم. إن أردتم مشاهدينا الكرام مشاهدة المزيد من الفيديوهات على قناتنا، فما عليكم سوى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. فما رصدناه أن 70% من المتابعين لا تصلهم فيديوهاتنا بسبب عدم الاشتراك في القناة وعدم التفاعل مع الفيديوهات. لذلك فضلا كثيرا منكم اشتركوا في قناتنا ودعمونا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد من دون عناء البحث عليه. قناة ترندي زاد، موطن الأخبار الحصرية. تابعونا أحبابنا في الله.